كبار السن لمّا بيكونوا في البيت بيتدخّلوا في كل حاجة وبيعملوا مشاكل كتير، طباعهم بقت صعبة جدًا ومش محتملة، بيعملوا مشاكل مع الأولاد، اختلاف في طريقة التربية، مشاكل كتير جدًا، جدًا، لدرجة إن البيت بتلاقيه على طول مشاكل والأولاد مش طايقين لا تيتة ولا جدو في البيت، فأنا مش عارف أعمل إيه. هي المسألة بسيطة جدًا. لو إحنا دايمًا ربينا أولادنا إنه كل ساق سيسقى بما سقى، مش إمم، هتبقى المشاكل دي موجودة. لأنه لو بكرة إحنا ربينا أولادنا على إنه اللي أنا باعمله النهارده مع أهلي، بكرة هو اللي هيتعامل فيّا، واللي إمم، أنت بتعمله مع تيتة وجدو النهارده، بكرة هو نفسه اللي هيتعامل معاك. إمم، أنت بُص عايز تزرع إيه عشان بكرة تحصد إيه. فأكيد أكيد النظرة هتتغير. رب العالمين لما قال في كتابه الكريم وإما يبلغن عندك الكبر، ما إمم، قالش عند دور العجزة، ما قالش عند الجيران، ما صح، قالش عند صح، قرايبها واخواتها، قال إمم، عندك. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا إمم، تقل لهما كلام أف أُفٍّ ولا ولا تنهرهما. تنهرهما. وهنا آه، بقى يجي وقل لهما قولا قولًا كريما. كريمًا. امتى؟ وهم بعافيتهم انا مجبور هبقى انا خايف منهم، إمم، بعمل لهم الف حساب. طبعًا، وهم يعني في مرحله يعني يعني اصغر من العمر. لكن إمم، لما بيبقوا كبار في السن، هنا تيجي ولا تقل لهما اف وقل لهما قولا كريما. اكيد كبير السن بيرجع لمرحله الطفوله. إمم، كل ما كبرنا في العمر، كل ما أعضائنا بدأت يعني تخوننا بالمعنى العربي الدارجي. إمم، بنبقى بنرجع لمرحلة الطفولة، بنبقى حتى مش عارفين ناكل، مش إمم، عارفين للأسف، نقضي آه، حاجات إحنا علمناها لأولادنا. هنا بالضبط، يبقى مرحلة ممتاز، عندك، ويبقى إمم، القول المعروف. ويبقى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الناس اللي أفنت عمرها عشاني إن أنا أرميها في دور الرعاية، إن أنا أبدي أولادي عليهم؟ طب لأ ولادي طبعًا. دول اللي أنا ببديهم على أهلي، على أمي وأبويا، هم دول نفسهم اللي